ربنا رزقك بمليون جنيه كده من حيث لا تدري. جد عم ابوك اللي في البرازيل صاحب اكبر مزارع بن توفى وبعت لك ورث مليون جنيه. سافرت الخليج اشتغلت لك شهرين ثلاثه ورجعت لك بمليون جنيه وقلت بقى انا عايز اروق على حالي، انا عاوز اجيب عربيه زيرو عشان اريح راسي من الكشف والصيانات والاعطال والكلام ده كله، واجرب لذه شعور انك تشيل الاستيكرات من على العربيه زيرو وتقعد جوه العربيه كده وتشم ريحه الفابريكا. يا سلام، ده نفس الشعور اللي انا والغلابه اللي زي بنحسه لما بنغير سكرينه الموبايل بسكرينه جديده من ام 40 جنيه اللي بتبصل دي. تعالوا نشوف المليون جنيه اللي هو الواحد وجنبيه 6 صفار يجيب لك ايه. واهلا بالمعارك. تيبو هاي لاين 1600 سي سي، العربيه اللي شكلها حلو وفتيسها ايسين ياباني فتيس على وضعه، واللي شكلها متاخد من دوج. هتيجي يا باشا عند ال 5000 كيلو وانت في الصيانه تلاقي زيت الموتور ناقص. ليه؟ عشان العربيات التيبو مواترها بتاكل زيت. ومش انا سبب المشكله دي، الشركه والله هي سبب المشكله دي. وهل لقوا في التوكيل حل جذري للمشكله دي ولا لا؟ الله اعلم. التويوتا كورولا اليجانس اللي بتنزل بموتور 1600 سي سي وفتيس سي في تي، والعربيه طبعا الكورولا لا جدال عليها. وانت يا باشا ماشي بالعربيه مقفل ازازك ومشغل تكييفك تقعد تلحن انت وصوت الهواء اللي داخل لك من بره وصوت الكاوتش اللي على الارض. ليه؟ عشان التويوتا عزلها تعبان. وممكن تجيب الرينو سيجنتشر اللي بتنزل بموتور 1300 سي سي تربو، او تجيب الايبيزا الاف ار اللي بتنزل بموتور 1000 سي سي تربو 3 سلندر. بس لما تفتح الكبوت الصبح وتلاقي الموتور عمال يرقص كده قصادك ما تتخضش، عشان المواتير الثلاثه سلندر بيبقى التوازن فيها او اتزانها تعبان مش زي المواتير الاربعه سلندر. او تجيب الاورونا ال1000 سي سي تربو برضه وهتلاقي نفس قصه لعب الموتور هي زي الايبيزا الاف ار. وممكن تجيب الستروين سي 4 اللي بتنزل بموتور 1200 سي سي تربو، بس العربيه دي التكنولوجيا فيها عاليه بشويتين ثلاثه علينا، فهتلاقي اعطالها كتير ومحدش بيعرف يصينها. وروح عشان تصينها في التوكيل يا باشا هتدفع كل ما تملك. الماتسوبيشي الاكليبس كروس، العربيه اللي شكلها وحش انما ادائها بصراحه ممتاز، اللي بتنزل بموتور 1500 سي سي تربو. عندك الاوبل موكا والاوبل كورسا والاثنين بينزلوا بموتور 1200 سي سي تربو. البيجو 2008 اللي بتنزل برضه بنفس الموتور 1200 سي سي تربو. وعندك السوزوكي جيميني اللي بتنزل بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، والعربيه دي اسمع انها موجوده في مصر انما عمري ما شفت حد راكبها وبتدنجل كده بيها في الشارع عادي. عندك الام جي 6، والعربيه دي تجيبها يا باشا وتسقط لها حلتين شكمان وتطلع بيها بالليل على مصدر السخنه تصطاد اي بي ام 316 يبقى موديلها قديم، تحط عليه وتنزل ستوري قاهره ال 340، عشان الناس اللي بتركب الام جي 6 دي مفكرينها عربيه فرادي مثلا ولا حاجه، وهي في الاول وفي الاخر عربيه صيني كويسه شويه بس ما تستاهلش الضجه اللي معمول لها دي. الانتر سي ان 7 ال 1600 سي سي، العربيه دي بقى وراها حوار عجيب. تخش يا باشا على التوكيل بتاعها تعرف سعرها الرسمي موديل 2022 هتلاقي سعرها ما يتعداش ال 700,000 جنيه. تخش تشوف سعرها مستعمل تلاقي الناس بتبيعها 2021 يعني من سنتين فاتوا بمليون و50,000 جنيه. ليه؟ ما تفهمش. ومش معنى ان انا قلت لك عربيات وما قلتلكش عيوبها او اعطالها انها عربيات كويسه، لا، معناها ان انا لسه ما ركبتش العربيات ديت وما عرفتش اعطالها، بس لو ركبتها هطلع لك فيها القطط الفطسه. قول لنا بقى انت لو معاك مليون جنيه هجيب بيهم ايه يا اكسلانس؟